قالوا عنه بيطير زي الفراشة وبيلسع زي النحل، واللي قال في مذكراته: كنت أركض وأنا أبكي على دراجاتي، ولكن عندما شاهدت الملاكمة في النادي رائحتها وأصواتها سحرتني حتى أني نسيت دراجتي. أسطورة الملاكمة، بطل العالم، صاحب الضربة القاضية، هو صاحب حلقة النهاردة محمد علي كلاي. سرقة عجلة جعلت منه بطل للملاكمة. إيه القصة وبدايتها منين وانتهت إزاي؟ يلا نتعلم من صاحب حلقتنا النهاردة بعض النقاط والصفات لو حابب تتغير ويكون لك شأن في أي مجال. اتولد كاسيوس كلاي جونيور في يناير 1942 في ولاية كنتاكي، وكانت أسرة فقيرة، وحياته منذ صغره كان فيها مشاكل مادية ومشاكل اجتماعية عنصرية. المادية كان قدر يتغلب عليها، إنه بدأ وهو حتى بيدرس بدأ يشتغل، وكان بيشتغل عامل نظافة في كلية سالدنج عشان يقدر يساعد أبوه وأخوه. لكن الصعب كانت المشكلة الاجتماعية، وهي المشكلة العنصرية. المجتمع الأمريكي كان بيفرق بين أصحاب البشرة البيضاء والسوداء، ودي كانت بتعمل له مشكلة كبيرة. وصلت إن حتى المطاعم كان ممنوع إن هم يدخلوا فيها ولا ياكلوا فيها، ولا إن ممكن حد يخدمهم داخل أي مطعم. وكانت مطاعم البرجر، ودي كانت عاملة مشكلة لجونيور. سنة 54 بقى كان عنده 12 سنة، راح مع أصحابه أحد المعارض اللي كان بيشتغل فيها السوق اللي ليه علاقة بالسود، وكان رايح يلعب وساب عجلته بره، والعجلة دي كانت لسه جايله في عيد ميلاده. ايه اللي حصل؟ بعد يوم المعرض خرج ما لقاش العجل، ومن هنا بدأت الحكاية. مع الغضب والحزن والصراخ اللي كان فيه، أحد المتواجدين وأحد المرة الموجودين قالوا له: اطلع على صالة الملاكمة اللي هناك دي، هتلاقي ضابط شرطة هناك، روح قول له يمكن يفيدك. وبالفعل راح صالة الملاكمة ولقى ضابط هناك، وبدأ يحكي له إن العجلة بتاعته اتسرقت، وقال له: أنا لازم أرجعها، هات لي اللي سرقها وأنا هضربه. الضابط ده كان مين؟ كان جون مارتن، وهو اللي كان بيسمع القصة دي. حاول في الأول يهديه وقال له: طب قبل ما أجيبهولك ادخل الأول اتدرب، وبعد ما تتدرب نشوف القصة دي. بس ما كانش يعرف جون مارتن إن دي هتكون بداية ملاكم بطل للعالم. ومن هنا هندخل على أول صفة، وهي صفة الالتزام اللي كانت موجودة في كلاي. بالفعل التزم بالتدريب عشان يجيب حقه، وكان أول واحد بيحضر في التدريب وآخر واحد بيمشي. مارتن بقى بدأ يلاحظ رشاقته، سرعته، طريقته في اللعب، قدرته على تفادي الضربات، كان بيتحرك بسرعة جدا. كل ده وكانت أعصابه هادية، استغلها المدرب بتاعه وبدأ يشتغل عليه. وبالفعل من سنة 54 ل 58 لعب 108 ماتش للهواة، وقدر يكسب بطولة كنتاكي للقفازات، ولمع اسمه وسمع. وعشان كده ترشح انه يسافر ويلعب في دورة الألعاب الأولمبية في روما، ولفت الأنظار. وكان سنه 19 سنة، وقدر يكسب البولندي في المباراة النهائية، ويكون بطل العالم في الأولمبياد، ويحصل على الميدالية الذهبية. الصفة التانية وهي الثقة، كان واثق في نفسه جدا. اما رجع من روما ومعاه الميداليه الذهبيه، كل اللي في دماغه: انا راجع بطل ومعايا ميداليه ذهبيه، النهارده هقدر اجيب حقي واقدر ادخل المطاعم اللي انا محروم منها. هو ده كل اللي كان في دماغه، انه بطل. ولكن حصل غير كده. اما جه دخل المطعم واتفاجئ ان مدير المطعم بيقول له ان هم ما بيخدموش السود ولا الذنوب. وبالفعل كانت صدمه ليه بالنسبه له، وخرج هو وصاحبه، وعرف ان المجتمع ده مش فارق معاه لا ميداليه ولا غيرها، وانه هيفضل يتعامل المعامله دي. في الوقت ده عرض عليه احد الاصدقاء، قال له: تعالى اسمع محاضره عن السود، ده ليهم تاريخ. طبعا ما كانش مصدق، راح معاه عشان يسمع المحاضره دي. المحاضره دي كان مين اللي بيلقاها؟ كان المحاضر اسمه إيليا محمد، وكان في منظمه أمة الإسلام. وراح وسمع المحاضره جونيور، وان الدين الاسلامي وسماحته مفيش فرق بين ابيض واسود. المحاضره دي او الجماعه كانت سبب في دخوله الاسلام في السر، لكن بعد كده انفصل عنها نظرا لبعض المفاهيم الخطا اللي كانت موجوده، واللي عرفها بعد كده اما تعمق في الدين الاسلامي واما راح يعمل عمره. والكلام ده كان سنه 61 وهو دخل الاسلام في السر. بالنسبه للرياضه في الفتره دي، كان داخل عالم الاحتراف من أوسع أبوابه، وتعرض عليه رعاية من بعض رجال الأعمال، وتم الاتفاق على مبلغ كبير وعلى 50% من رعاية من إيراد المباريات. وطبعا ماتشاته كانت بتبقى متقفلة، وجابوا له مدرب محترف عشان يغير فكره ويطوره. وقدم الشكر لمارتن، والمدرب ده كان أنجلو. وبدأ رحلة التدريب مع أنجلو داندي، اللي وضع أسلوب وفكر عشان يطور من أداء محمد علي كلاي. وكانت الفترة دي كلها انتصارات متتالية، وكسب 19 ماتش ورا بعض، وكان المصنف الرابع عالميا. ثقته بنفسه خلته قال: أنا عايز أكون بطل العالم في الوزن التقيل. مين بطل العالم في الوقت ده؟ كان الدب البشع سوني ليستون. هاخدك بقى قبل ماتش ليستون، واخدك من الصفة التانية أوديك للصفة التالتة اللي كانت موجودة فين مع محمد علي كلاي، وهي التسويق. كان مسوق جيد لنفسه، كان عنده أسلوب وحرب تصريحات
وأسلوب استفزازي للمنافسين ودعوات لقبول التحديات. الكلام ده كان بيسخن الجمهور والإعلام وتسليط الضوء عليه أكتر وعلى المباراة، وكان بيحط الخصم تحت ضغط نفسي جدا، وده كان أسلوب ودعاية تسويقية. ليستون أصلا كان رافض يلعب المباراة. مين الصغير ده اللي هلعبه وأنا بطل العالم؟ من كتر التصريحات والضغط الإعلامي وافق إنه يلعب المباراة وقال هلعبه وهرجعه بلدهم في صندوق. كانت مباراة قوية والجمهور كان على آخره. قضت 6 جولات. كلاي كان بيطبق طريقة معينة، وأول حاجة كان قوة التحمل. كان عنده قوة تحمل غريبة في الضربات بيتفاداها غير اللي بيتلقاه. تاني حاجة سرعة الحركة وتفادي اللكمات. حركته كتير جوه الحلبة كانت بتوتر ليستون. في الجولة الرابعة حصل حاجة غريبة. رؤية كلاي بدأ ما يشوفش كويس، وده كان بيقال إنه في القفازات بتاعته اتحط عليها حاجة في فترة الاستراحة، بس هو فضل مكمل وكان هينسحب، ولكن المدرب بتاعه قال له انت عامل اداء هايل كمل. في الجولة الخامسة بدأت الرؤية ترجع تاني، وده اللي بالفعل كان بيقول ان فعلا كانت حط له حاجة ساعتها اترشت على القفازات بتاعته. دخل بقى للجولة السادسة كان ليستون انهك تماما. نفس الحركات لمحمد علي كلاي ونفس السرعة ونفس الرأس اكنه راقص باليه. مع كل الحركات دي ومع كل تفادي الضربات واللكمات من كلاي، ايه اللي حصل في الجولة السادسة؟ انسحاب ليستون بطل العالم، ويكون بطل العالم للوزن التقيل محمد علي كلاي، وفضل يصرخ قدام الجمع ده كله انا الاعظم انا بطل العالم. الصفه بقى اللي بعديها المبادئ. ايه قصه المبادئ في حياه محمد علي كلاي؟ بعد المباراه فجر مفاجاه في مؤتمر كبير واعلن واشهر اسلام، وغير اسمه من كاسيوس كلاي الى محمد علي كلاي. وكان دايما بيتكلم في لقاءاته عن الاسلام وسماحه الدين الاسلامي وعن يوم الحساب. وزادت شعبيته في الشرق الاوسط اكتر اما عرض عليه مستشاره الديني وصديقه مالكوم زياره الى الشرق الأوسط، والرياضة والمباريات شغالة زي ما هي. بس في الفترة دي حصلت له مشكلة. ايه هي المشكلة؟ كانت أمريكا بدأت الحرب على فيتنام وأصدر قرار بدخول الجيش وتأدية الخدمة العسكرية، ولكنه رفض. وبرغم كل الوساطة اللي حصلت في الفترة دي من الإعلام الرياضي ومن السياسيين وقادة في الجيش، إلا إنه كان برضه إنه رافض يدخل الجيش أو يشترك في الحرب دي، لدرجة إنه اتعرض عليه قالوا له ما تروحش تحارب، روح مع الجيش اعمل ماتشات استعراضية وحمس الجنود، ولكنه رفض. كل ده ليه؟ عشان مبدأ، ومبدأه إن هو كان بيبص للحرب دي دينياً واجتماعياً، إن الناس دي ما عملتلوش حاجة عشان يحاربها. طبعاً الدنيا ما سكتتش على محمد علي كلاي، قامت الدنيا عليه والرأي العام والإعلام الرياضي هناك. مش بس كده، واتعملت له محاكمة وأصدر قرار بتغريمه 10,000 دولار وقرار بالسجن 5 سنوات مع دفع الكفالة، واتسحب منه لقب بطل العالم واتسحبت منه رخصة الملاكمة. طبعا في الفترة دي هو دفع الكفالة عشان ما يدخلش السجن، ولكن من 67 ل 70 كانت فترة صعبة عليه. اضطر انه يشتغل في محل برجر، ولكنه منسيش حقه. خد حرب طويلة في ساحة المحاكم عشان يقدر يرجع حقه ويقدر ياخد ويزاول تاني رخصة الملاكمة. ومن عام 67 لسنة 70 الفترة دي كانت صعبة عليه، حتى انه اضطر انه يرجع يشتغل في مطعم برجر عشان يقدر يصرف على نفسه، ولكنه منسيش حقه ودخل المحاكم عشان خاطر يقدر يرجع تاني يلعب الملاكمة ويقدر ياخد الرخصة اللي اتسحبت منه. وفعلا في يونيو 71 حكمت له المحكمة، مع طبعا الضغط اللي كان موجود ساعتها في الرأي العام، اما عرفوا ان الحرب دي كانت ظالمة. وبكده يبقى رجع محمد علي للملاكمة تاني. بس الصفة المهمة اللي خليته يقدر يكمل هي التخطيط والعزيمة، ودي اللي هنتكلم عنها. اما رجع الملاكمة كان بدأ يلعب بعض المباريات، ولكن عينه على اللقب اللي اتسحب منه، كان لازم يرجعه، وكان عايز يرجع لانه ده كان لقبه واتسحب منه من غير ما يخسر مباراة. في الوقت ده كان بطل العالم جو فريزر، وبنفس الاسلوب اللي كان كلاي بيتبعه مع كل مباراة بدأ يعمل كده مع فريزر. ومع كل التصريحات والاستفزاز اللي كان بيعمله خلى فريزر مشحون جدا وجاهز للمباراة بتاع محمد علي كلاي. المباراة كانت قوية جدا، بطل عالم وده بطل عالم، لدرجة إنها استمرت 15 جولة. بس اللي كان واضح في الجولات إن مش ده محمد علي كلاي، مش دي القوة اللي كان فيها، كان باين عليه إنه أقل كتير في مستواه. وفعلا في الجولة الأخيرة اتحسم اللقب لفريزر، وده كان بمثابة صفعة لكلاي. بعد المباراة دي محمد علي كلاي قرر إنه يعمل لنفسه تخطيط وإعداد بدني ويبدأ تاني يرجع عشان ياخد البطولة أو اللقب اللي اتاخد منه. قعد قد إيه بقى؟ 2 سنين. ركز قوي على الجملة دي،
2 بيتدرب، دخل معسكر تدريبي منعزل، وكان يصحى بدري جدا ويجري لمسافات طويلة، ويرجع تدريب شاق جوه الحلبة، وبعدها تقطيع خشب وأشجار. كان تدريب بدني عنيف، ورجع وبدأ يلعب بعض المباريات تاني، وكان راجع عشان يلعب على بطل العالم. في الوقت ده كان بطل العالم فورمان، بس عشان يلعبه كان لازم يكسب فريزر، وبالفعل لعب فريزر وكسبه في مباراة كانت قوية جدا، وجت المباراة الحاسمة اللي هتحسم لقب بطل العالم. وفي الوقت ده كانت أكبر مباراة وأكبر حدث رياضي في العالم. كان المنظمين كلهم بيتنافسوا مين اللي يقدر ياخد المباراة دي، واللي قدر ياخدها في الوقت ده كانت بلد زئير، لأن كان متدخل فيها رئيس البلد واتدفع فيها مبلغ كبير، وبحضور 60,000 متفرج. ويقال إن عدد المشاهدات في التلفزيون وصلت مليار مشاهدة. كان حدث رياضي كبير، وجمهور زئير كان متحمس جدا لمحمد علي كلاي. الماتش ده كلاي مع مدربه حطوا له استراتيجية يشتغلوا عليها عشان يقدر يحسموا اللقب، لأنه كان بيلاعب ملاكم دبابة، وكان بيخلص ماتشه من الجولة الأولى. محمد علي حدد الأسلوب الأول كان ليه علاقة بالحبال، وإنه يقدر يتفادى بيها الضربات. طب إزاي؟ الأسلوب اللي كان بيتبعه محمد علي كلاي في المباراة دي هو تلقي الضربات. بدأ المباراة كل الضرب اللي كان بيديهوله فورمان كان بيتلقى الضربات وهو ساند على الحبال، وفي الوقت اللي يحس إن فورمان بدأ يتعب من كتر الضرب ينقض عليه محمد علي كلاي ويقوم ضربه ويبدأ يدافع عن نفسه. وفضل يستمر الجولة الأولى كده، هو يضرب فيه ومحمد علي بأسلوب ذكي ساند نفسه على الحبال، ينضرب من فورمان وهو مش حاسس بأي حاجة لأن التفادي عنده في الحبال. وفي وقت تاني يقوم منقض عليه في الوقت اللي بيحس إن فورمان في قمة الإرهاق يقوم ضربه محمد علي كلاي. وفضل استمر الجولة مع الجولة، وفي الجولة التانية قدر يكسب فورمان وبقى هو بطل العالم. وبالفعل كانت المباراة الأشهر، وبكده قدر يرجع لقبه للمرة الثالثة وبقى بطل العالم. الملاكم الأسطورة اللي لعب 56 ماتش في الوزن الثقيل كسب منهم 51، منهم 37 بالضربة القاضية. وبعد رحلة طويلة من المباريات والنزالات والألقاب، سنة 84 انعزل محمد علي عن الساحة لإصابته بمرض الشلل الرعاش، ولكنه قرر إنه يواجه المرض ويطلع ويقابل الناس ويمارس حياته العادية. وفعلا سنة 96 اتكرم من اللجنة الأولمبية إنه يكون هو البطل اللي يحمل الشعلة الأولمبية في الأولمبياد. وسنة 98 تم تكريمه سفيرا للنوايا الحسنة، وقررت هوليود إنها تكرمه وتديله نجمة زي المشاهير، نجمة هوليود، ولكنه أوصى إنها ما تكونش في الممر الشرفي اللي موجود على الأرض، ولكنها تكون نجمة موجودة على الحائط. وفعلا هي النجمة الوحيدة اللي موجودة على الحائط في الممر الشرفي لهوليود، لأنه بيحمل اسم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وتوفى بطل الملاكمة وأسطورتها عام 2016. إن كانت أحلامك لا تخيفك فهي ليست كبيرة بما فيها الكفاية. وكل حلقة بيكون ليها رسالة، ورسالة حلقتنا النهاردة عن المواجهة. يعني إيه المواجهة؟ مفيش حد فينا ما عندوش مشاكل وأزمات عملية، شخصية، مادية، تقصير في عبادة. كل ده مهما كان حجم المشكلة بيكون ليها حل بإذن الله، بس إحنا طبعا دايما بنسوي المشكلة وبندورش على حلها. لكن الصح إنك تواجه المشكلة وتحطها على ورقة وتبدأ تدور على حلول ليها، حتى لو هتشور حد قريب منك. المواجهة هي الحل الأمثل لحل أي مشكلة مهما كانت صعوبتها، وعدم الهروب منها. صاحب حلقتنا النهاردة كانت مشكلته إن اتسرقت منه عجلة، راح عشان يحل المشكلة دي، ما كانش يعرف إنه هيبقى بطل العالم في الملاكمة. تجربتك ممكن تكون حكاية وقصة أمل من بعدك. وبكده تكون خلصت حلقتنا ورسالتنا. لو حلقة النهاردة ورسالتها عجبتك ما تنساش دعمك للقناة بشير ولايك. أقاويل شرف.